سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم البنات غنشارك معكم جوج ديال الوصفات مع واحد الخريجه فيت في ان شاء الله. المهم بحال الا قلتو روتين صغيور فيت في وصافي. المهم صايبت هاد المسمنات هادو البنات كيجيو صراحه واعرين. غادي تشوفوا معايا الطريقه اللي كندير باش كيجي مورق وصراحه، والطريقه ديال الطياب ديالو باش كيجي ما معجنش في الداخل. المهم المقادير راكم شفتوهم مكتوبين على الفيديو، غنخليهم لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. وبالنسبه للتوراق ضروري ما تبسطوا العجينه حتى يبان لكم سطح العمل. من بعد كدهنوها بالزبده والزيت، الزبده تكون ممتازه من النوع الممتاز، وكتخلطوا نصف كميه ديال الزيت، زيت النباتي بطبيعه الحال، ونصف كميه ديال الزبده. كتخلطوهم مزيان وكدهنوا. من بعد كترشوا شويه ديال السميده باش كيجي مورق. بالنسبه للسميده تقدروا تفاداوها. المهم كديروا هنا جوج ديال الطويات كيف ما شفتوا معايا، ديال المسمن زائد الطويه الثالثه اللي انا زدت. صراحه غير ما طاح لي على البال كنت غندير مسمن عادي، وحتى الا قلت قلت والله تنديرو مدور وغنشوف. فوالا صافي، وبقيت كنروليه بحال هكا كيف ما شفتوا معايا على هذا الشكل هذا. كنخليها ترتاح بطبيعه الحال واحد شويه د الوقت باش تساعدني في الوقيته اللي نكون انا كنشكلها. فوالا. وبالنسبه للتبسيطه البنات، الطبسات يعني حاولوا ما تضغطوش عليها كيف ما كنقرصوا الخبز، يعني حاولوا تبركوا غير شويه، وفي نفس الوقت بحال كتجبدوا للجناب باش هكا ما كيجيكمش يعني معجن في الداخل. وبالنسبه للطياب عاوتاني ضروري ما يطيب على عافيه مهيله، ضروري ومؤكد انه يطيب على عافيه مهيله باش يطيب لكم حتى من الداخل. سينو الا كانت عافيه مجهده غيتحرق من برا، وفي الداخل يعني غيبان لكم محمر من برا، وفي الداخل غيكون معجن. فوالا البنات، كانت هذه هي النتيجه النهائيه ديال هاد المسمنات ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا كيجيو على هذا الشكل مرقين صراحه. بحال رزات القاضي تماما، والله العظيم، بلا عذاب بلا تماره، داكشي فيت في. فوالا كانت هذه هي النتيجه النهائيه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. وإلا بغيتوا فيديو موضح اكثر بالنسبه لطريقه التحضير والمقادير وهداك الشيء، فيديو خاص. صراحه ما بغيتش ندير فيديو بوحدو، حيت سابق لي وحطيت فيديو ديال المسمن يعني نفس الطريقه ونفس المقادير كل شيء. قلت علاش لا ندخلوا غير هكا فيت في هذا الفيديو هذا وصافي، ندير فيديو واحد باش هكا يكون فيديو قصير صافي. ودابا نخليكم مع الخريجه ديالنا ان شاء الله. انا رجعت لكم مره اخرى. المهم البنات غنشارك معكم هاد لي مادلين هادو ان شاء الله كنوجدهم للفطور الغدا ان شاء الله يا ربي. المهم عندي هنايا درت 3 ديال البيضات، زدت عليهم كاس ديال العصير، وزدت عليهم كاس ديال الزيت وكاس سنيده، جوج ساشيه ديال الفاني وقبيصه ديال الملحه، وتقريبا واحد معلقه صغيره ديال الخل. صافي كنخلطهم مزيان في طراب كهربائي كيف ما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا. خاصهم ضروري يطربوا مزيان مزيان مزيان، ومن بعد عاد غادي نبقاو نضيفوا النواشف عليهم شويه بشويه ان شاء الله. صافي هنا كملت كيف ما شفتوا معايا. غادي نزيد هنايا، غادي نحتاج هنايا تقريبا 2 كيسان ونص اللي غنحتاج ديال الدقيق. درت كاس ديجا، وهذا الكاس الثاني غنزيد واحد الساشي ديال الفاني ونص، يعني الساشي الاول فيه 11 غرام ونص ديال الساشي الثاني. صافي صافي. وغادي نحاول نخلط العجين ديالي اولا الخليط ديال الكيكه ديال المادلين ديالي. راه بحال تقدروا ديروها حتى كيكه. المهم انا درت على شكل كاب كيك ان شاء الله.
قسمت الكميه على جوج. النص الاول درته يعني عادي، والنص الثاني درت فيه الكاكاو. غير هذا النص هذا زدت فيه شي شويه ديال الماء باش ما يجيش قاصح على الاخرين، باش يجي القوام ديالو شي شويه جاري. صافي نخلط مزيان حتى يندمجوا على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نعمر في الطويسات اولا في هاد الكيسات هادو ديالي كيف ما شفتوا معايا. بالنسبه للتزيين انا زينتهم هنايا باللوز على هاد الشكل هذا، ولهادوك لي بيبي ديال الشوكولا كيف ما كتشوفوا معايا. يعني نوعت شي شويه فيت في وصافي. ولا صراحه صدقوني البنات كيجيو واعرين، كيجيو مفشفشين ورطبين، والله العظيم كيجيو بحال ديال احسن من ديال المحلات، والله العظيم احسن من المحلات. شوفوا تبارك الله عطاتني كميه كبيره بثلاثه البيضات، شوفوا شحال خرجت لي ديال الحبات تبارك الله. صافي كانت هذه هي النتيجه النهائيه البنات كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. خداو اللون ديالهم، تحمروا طابوا باش كتعرفوهم. المهم خداو لي تقريبا 10 دقائق على درجه حراره 160 درجه. صافي تحمروا ليا كيف ما شفتوا على هذا الشكل هذا. صراحه كيجيو واعرين بالفرفاره. المهم فرن بالفرفاره كيجيو غزيولين هكا الكوتي ولا الفطور. انا صراحه كنصايبهم الاغلبيه الفطور للوليدات، راكم عارفين اي حاجه هما بحال هذا الشيء، هاد الانواع ديال الحلويات بصفه عامه راه كتعجبهم هكا في الفطور. وعلى البنات كانت هذه هي النتيجه النهائيه. كنتمنى ان شاء الله فيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف عليكم، ونتمنى ان شاء الله تدعمونا بلي لايك ديالكم كيف ما كنقول.